فكان أستاذ متعاون جدا جدا، كان يصبر علي، أسأله عدة أسئلة كذا. مررت بصعاب الكورونا والزلزال؟ يعني حتى في أبيات مرت معنا أبيات نقرأ مثلا، نقرأ البيت أحيانا 100 مرة: وبالصاحب بدغ محط وأنساب طب نسبحك نذكرك إنك جعل خلف ذاولا. هل بدأت حاليا تعكف على تدريس الطلاب في القراءات الحشر؟ ربما يعني فقدت أحبائك وحالة صحية ربما صعبة. ومن ثم التقيت بالشيخ عبد الله الأبرش. هل هو يتمتع بالسند الأعلى؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم متابعينا في تجمع من أجل أمة، مع حلقة مميزة نستضيف فيها أحد المشايخ الكرام. هذا الشيخ الجليل عكف من خيمته في مخيم أورفا جنوب تركيا على حفظ القرآن الكريم بمساعدة والدته. ظروف الفقر والحالة الصحية التي كان يعاني منها وبدء تقدم العمر لم يمنعه من إتمام حفظ كتاب الله تعالى في معهد تاج. بعدها جاء الشيخ الجليل إلى مدينة أنطاكيا في الجنوب أيضا ليقوم بتعليم القرآن الكريم في معهد أبي حنيفة، ثم المشروع الكبير مع الشيخ عبد الله الأبرش في معهد الفاتح. بعدها في زلزال أنطاكيا في 2023 قدم الشيخ إلى مدينة مرسين وتابع مشروعه بعد ذلك عبر الإنترنت مع الشيخ الأبرش ليحصل على إجازة الختم أخيرا في عام 2024 مع 107 من الحفاظ في حفل تكريم في يلداخ، متغلبا على كل الصعاب والنكبات من كورونا إلى الزلزال ثم إلى ظروفه الشخصية. أهلا بكم شيخ محمد، الشيخ العزيز الشيخ محمد مراد، ضيفا مميزا في تجمع من أجل أمة. بداية مبارك لكم ولنا إسقاط نظام عائلة الأسد بعد 6 عقود من الظلم والبغي والفساد. أهلا وسهلا بكم، حياكم الله، نبارك لنا ولكم وللشعب السوري بالكامل نصر سوريا العظيم على هذا. حياكم الله. من خيمة في مخيم أورفا كانت البداية، لو تروي لنا القصة. سبحان الله، في عام 2015 يعني اجتني فكرة انه احفظ القرآن الكريم. كنت اتردد الى المسجد من اجل الصلاة. نعم. والتقيت هناك بأستاذ يدرس القرآن الكريم في حلقة قرآنية. نعم. فعرضت عليه الأمر أنه احفظ قرآن وأقرأ عليه، فوافق الأستاذ خالد النسر الله يجزيه عني كل خير. فبدأت احفظ مع والدتي في البيت في الخيمة، احفظ صفحة أو صفحتين، ومن ثم أقرأ على الشيخ خالد، أستاذ خالد النسر. تتحدث أنك كنت مع الوالدة والوالدة هي التي تساعدك. ما هي الحالة الصحية هنا حتى تساعدك والدتك بحفظ القرآن الكريم؟ أستاذي أنا عندي ضعف بالبصر، استحالة باللدغة الصفراء، فلا أستطيع القراءة. فوالدتي تقرأ علي وأنا أحفظ من والدتي، من قراءة والدتي. نعم. ومن ثم أقرأ الصفحات التي حفظتها أقرأها على الأستاذ، فيصحح لي الأخطاء اللفظية والآيات إلى أن أنهيت حفظ القرآن الكريم. هل والدتك تحفظ القرآن الكريم؟ والدتي لا تحفظ. ما شاء الله. كيف تقوم بتعليمك أو تحفيظك القرآن؟ والدتي تقرأ وتكتب باللغة العربية. ما شاء الله. فتستطيع القراءة، تقرأ لي يعني حتى من دون تجويد تقرأ لي. ما شاء الله. الوالدة دارسة مرحلة إعدادية فقط، فأنا من الحفظ اللي أحفظه من والدتي أضبط التجويد على الأستاذ. نعم. على المدرس الحلقة يضبط لي الحفظ والتجويد. نعم. بقيت في هذه الحالة حتى أتممت حفظ القرآن الكريم؟ نعم، عام ونصف بالضبط. ما شاء الله. 18 شهر. ما شاء الله. ثم تدرجت بعد ذلك، بداية تعلمت الجزء الرشيدي، لو تتحدث لنا عن هذا الموضوع. سبحان الله، بعد حفظي للقرآن قررت أنه أقرأ إجازة. فقراءة الإجازة بدها ضبط للمخارج والصفات والحفظ. نعم.
فأقيمت دورة بتعلم الكتاب الرشيدي في ضمن المخيم. جميل. فقررت انه احضرها، وانا صعب علي القراءه والكتابه. ف في كمان استاذ اسمه الاستاذ رواد بدران الله يجزيه الخير، كان القائم على هذه الدوره، دوره الرشيدي ومن ثم المنظومه الجزريه وشرحها. فكان استاذ متعاون جدا جدا، يعني كان يصبر علي، اساله عده اسئله كذا، مخرج الحرف منين، مخرج كذا، اي حرف من هون، صفاته وكذا، فصبر معي يعني كثير الله يجزيه الخير. فاتقنت الرشيدي، ومن بعدها حفظت منظومة الجزرية مع شرحها بالكامل ما شاء الله، بنفس الأسلوب. بنفس الأسلوب. ما شاء الله. طب في خلال هذه الفترة ماذا عن الحفظ والمراجعة؟ أنت بدأت في تعلم الجزء الرشيدي ثم الجزرية، وخلال ذلك التجويد. يعني كما تعلم يعني الإنسان يحفظ ثم ينسى، يحفظ ثم ينسى، فكيف كنت تتغلب على هذه القصة خلال الحفظ؟ بداية في ضمن الحلقة كان في طلاب راجع معهم، وكان أيضا راجع مع والدتي. يعني بالبيت أنا كنت ملتزم بورد يومي مع الوالدة ما شاء الله. بعد ضبط الحفظ. فكان عندي ورد يومي مع والدتي يوميا، يعني أقل شيء راجع من 3 إلى 4 أجزاء. ما شاء الله. يعني لو أعود بك إلى الرشيدي والجزرية، هل هناك يعني طرق معينة يعني بالنسبة لحفظ القرآن الكريم كانت الوالدة تقوم بمساعدتك؟ ربما تتلو لك قسم من القرآن وأنت تقوم مرة أخرى بإعادة تلاوته. طيب بالنسبة مثلا لموضوع الرشيدي والجزرية والتجويد تحديدا، الأحرف مثلا، لو تتحدث لنا مثلا الحرف، كيف حفظت شكل الحرف؟ شكل الحرف بداية يعني والدتي أنا يعني تعلمني شكل الحروف بالكتابة. يعني أمسك القلم، تمسك لي إيدي وترسم لي الحرف. ما شاء الله. فهذا الأمر شكل عندي إنه سهولة بتعلم المخارج. نعم. كمان أيضا يعني الأستاذ رواد الله يجزيه الخير بأسلوبه الناجح والجيد. فعلى اليد شيخي يقسم لي اللسان مثلا على اليد، ويأشر لي على المخارج حتى توضع اللسان وكذا. فالله يجزيه الخير، يعني صبر كثير الأستاذ، يعني فالله يجزيه عني كل خير. فيقعد الشيخ الأستاذ يمثل لي على كف اليد والإيد مخرج الحرف كذا، هون هذا، هون اللسان يتوضع هون بداخل الفم كذا، إلى نهاية حفظ المخارج والصفات وضبطهم بشكل جيد. يعني ما شاء الله. مرحلة حفظ القرآن استمرت كما ذكرت منذ قليل، يعني قرابة سنة ونصف. بالنسبة للجزء الرشيدي والجزرية والتجويد، هذه المرحلة عن كم نتحدث تقريبا؟ تقريبا خلال يعني من 6 شهور للعام كانت قامت دورات تصحيح التلاوة بالرشيدي والجزرية مع شرحها. شيخنا، تعلمت يعني حفظت القرآن الكريم ما شاء الله في سنة ونصف، ثم الجزء الرشيدي والجزرية وأيضا التجويد خلال مدة تقريبا عام. لا بد من يعني صعوبات كثيرة اعترضتك في هذا الطريق، لو تتحدث لنا بها، ولو تنصح مثلا الشاب الذي يأتي حاليا مثلا لحفظ القرآن الكريم وينساه ربما بسرعة. شيخي بداية يعني عندما هاجرنا من سوريا إلى تركيا أقمنا في مخيم في ريف ولاية أورفا، مخيم جيلان بنر. فصعوبة الذهاب إلى المسجد يعني هي الصعوبة كنت أنا أعاني منها كثير بسبب الحالة الصحية. فعانيت كثير من هاي الحالة هي. فمخيم كبير وخيام وحبال منتشرة حوالين الخيام، فأنا لاقي صعوبة كثير بالذهاب إلى المسجد وهذا الأمر. يعني هي أكبر صعوبة. الصعوبة الثانية مثلا درجة الحرارة العالية جدا. أنا محدثك عن مخيم قاعد بخيمة يعني شادر، ودرجة الحرارة تتخطى 50 في هذيك المنطقة في الصيفية، حتى برد الشتاء أيضا وكذا. فهذه معاناة كانت كبيرة جدا، ومعاناة الهجرة من سوريا إلى تركيا والحالة النفسية اللي كانت متعبة جدا جدا. فعندما بدأت بحفظ القرآن تغير كل شيء، ارتفعت المعنويات، فتحت آفاق جديدة، يعني هدف، طريق، تخطيط. فهي المسألة هي يعني كانت هي صعبة كتير كتير، يعني كانت الأمور سيئة جدا. فالحمد لله شيخ يعني تغلبنا على جميع المصاعب وجميع
الأمور اللي كانت تعيق هذا الطريق. ما شاء الله. ورسالتك لمن يعني تعوقه هذه الصعوبات، يعني تحدث ما شاء الله عن يعني الصعوبات ربما لا يعاني منها المرء في العادة، فكيف يمكن يعني أن يتغلب على هذا الموضوع؟ هل الصبر هو الحل مثلا؟ شيخ، هلا أنا بالنسبة لحالتي الصحية لا أعتبرها إعاقة يعني. ما شاء الله. لا أعتبرها إعاقة، لأنه ما في إنسان المعاق الذي لا يستطيع أن يضع هدف. نعم. فنصيحة لكل شاب يعني أن يصبر ويتغلب على الصعاب. نعم ما شاء الله. بعدها جئت إلى مدينة أنطاكيا في الجنوب لتقوم بتعليم القرآن الكريم في معهد أبي حنيفة، ومواصلة التعلم ببدء ختمة إجازة بقراءة عاصم عند الشيخ عبد الله. قبل أن أذهب إلى مشروعك مع الشيخ عبد الله الأبرش، لو تتحدث لنا عن مرحلة التعليم في معهد أبي حنيفة. بعد ما أنهيت حفظ القرآن وضبط التجويد وضبط التلاوة فقرأت رواية إجازة برواية حفص عن عاصم على الشيخ أسامة عبد الكريم العثمان. نعم. أنهيت الإجازة، فانتقلت من مخيم أورفا إلى مدينة أنطاكيا التركية. هنالك سمعت أنه في معهد تدريس قرآن، فقدمت على معهد أبو حنيفة، قدمت الإجازة وتم القبول وصرت درس بمعهد أبو حنيفة، درس حلقة تحفيظ قرآن. ومن ثم التقيت بالشيخ عبد الله الأبرش. فأنا يعني الهدف اللي أمامي كان إنه أقرأ رواية عاصم، فالتقيت بالشيخ عبد الله وقرأت له ختمة كاملة برواية عاصم من طريق الشاطبية. نعم. كيف كان أول لقاء بالشيخ عبد الله الأبرش لو تذكر؟ والله على ما أذكر يعني التقيت بالشيخ عبد الله في معهد الفاتح. نعم. في ولاية أنطاكيا، في مدينة أنطاكيا. فتكلمت معه وتعرفت عليه وعرضت عليه انه اقرا عندك ختمه بروايه عاصم بقراءه عاصم كامله. نعم. فالشيخ الفضل الله يعني وافق يقرئني عنده، قرات عنده، والله يجزيه عنا كل خير الشيخ عبد الله الابرش، يعني شيخ فاضل وجليل، الله يجزيه الخير يا رب. قرات ختمه كامله بروايه عاصم على الشيخ عبد الله الابرش. كم المده التي نتحدث عنها خلال قراءه عاصم؟ اقل من عامين يا شيخ. أقل من عامين يعني. كنت قرأت على الشيخ عبد الله بأقل من عامين ختمة قراءة عاصم. نعم. يعني عندما انتهيت من إتمام الإجازة في رواية عاصم أو قراءة عاصم عفوا، هل هناك يعني بدأت فكرة المشروع الكبير بالقراءات العشر على الفور، أم كانت تتولد خلال حصولك على الإجازة؟ عندما بدأت أنه أقرأ قراءة عاصم على الشيخ عبد الله الأبراش، يعني اجت فكرة القراءات العشر، ولكن بفكرة القراءات العشر بدي حدا يساعدني بالحفظ المنظومة الشاطبية والدرة، التدرب على الجمع. فمن فضل رب العالمين يعني ومنوا علي رب العالمين، الله هيأ لي رجل الشيخ أحمد مندو الله يجزيه الخير، التقيت فيه أيضا في معهد أبو حنيفة. من وقت ما تعرفت على الشيخ أحمد مندو الأمور بقراءة العشر، يعني قراءة العشر أصبح هدف أمام عيني. ما شاء الله. الشيخ أحمد مندو يعني شجعني على قراءة العشر، يعني عندما كنت أقرأ رواية عاصم قراءة عاصم أحفظ منظومة متن الشاطبية والدرة. حتى عرضت الأمر على الشيخ عبد الله الأبرش، والشيخ عبد الله الأبرش يعني سر بهذا الأمر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
لو أعدتك شيخنا قليلا إلى الشيخ عبد الله مجددا، بداية يعني كيف كانت علاقتك به؟ ما طريقته في الإقراء مثلا؟ هل كان بينكم علاقات أخرى أو مثلا دروس أخرى، أم اقتصرت فقط على الإجازة؟ ما شاء الله الشيخ عبد الله الأبرش يعني رجل فاضل، آه، رجل يعني مقرئ، لا نزكيه على الله، ولكن الشيخ عبد الله ما شاء الله عليه رجل من رجال هذه الأمة يعني. إذا الشيخ أحمد مندو تابع المسيرة معك. هل هو أيضا كان يقوم بنفس الوقت في إعداد إجازة للحصول على القراءات العشر؟ بدأنا بقراءة العشر سوية أنا والشيخ أحمد مندوع على الشيخ عبد الله الأبرش. الشيخ أحمد يعني كان من مشجعيني، وكان من أصحاب الفضل الكبير، الله يجزيه الخير. بداية يعني عندما قررت أحفظ الشاطبية والدرة، يعني الشيخ عبد الله الأبرش مثل ما يعني حكيت لك إنه سر جدا، فأنا كنت لاقي صعوبة بقراءة متن الشاطبية والدرة. يعني متن الشاطبية والدرة متنين ما شاء الله يعني، رحمة الله على الناظمين، الإمام الشاطبي والإمام الجزري، الله جزاهم الله عن هذه الأمة خير الجزاء. نعم. فيعني الشيخ عبد الله الأبرش يعني قلت له إنه يا شيخ والله صعب. فالشيخ يوميا يسجل لي 3 أبيات على التليفون على الجوال، 3 أبيات من الشاطبية أنا أحفظهم. كل جلسة كنت ألتقي فيها بالشيخ عبد الله أرجع أسرد عليهن الأبيات اللي حفظتهم من متن الشاطبية. نعم. حفظت 200 بيت في هذه الطريقة، هي 200 بيت من منظومة الشاطبية. إلى أن التقيت بالشيخ أحمد، بدأنا بالتدرب على القراءات العشر. نحفظ متن الشاطبية والدرة، نراجع سوية، نحفظ أسلوب التدرب على القراءات العشر، يعني أسلوب رائع جدا، كان مع الشيخ أحمد مندو للشيخ عبد الله. ما شاء الله. لماذا يعني تم اختيار شخصية الشيخ عبد الله الأبرش بالذات؟ يعني هل هو يتمتع بالسند الأعلى، أو كان هناك اعتبارات أخرى؟ شيخي في عدة اعتبارات. يعني الشيخ نعم. عبد الله أبرش معايير القراءة عنده ما شاء الله بالضبط المتقن. يعني الشيخ عبد الله لا يقرأ الإجازات إلا في الضبط المتقن للطالب. عندما يأتي إليه الطالب يعني يختبره في التجويد، في القراءة، في التلاوة، فمعايير الضبط عند الشيخ عالية جدا. يعني اختيار أيضا السند، واختيار مثلا كشخصية الشيخ عبد الله محبوب جدا، محبوب جدا يعني بالأوساط المقرئين. يعني كل المقرئين أهل الشام ما شاء الله عليهم يؤتى إليهم. ما شاء الله. طب شيخنا، يعني أنت يعني أتممت بداية رواية واحدة ثم القراءات العشر. نعم. ما هي الفروقات الهامة؟ ربما الكثيرون لا يعرفون عن فحوى هي القراءات والاختلافات بينها. ما هي أبرز هذه الفروقات؟ شيخنا عندما تقرأ رواية واحدة، مثلا رواية حفص عن عاصم مشهورة بقراءتها بلاد الشام وبلاد الخليج. يعني عندما تقرأ أكثر من رواية مثلا تلاحظ الفرق بالكلمات. أحيانا في كلمات مثلا قارئ كذا يقرأ كذا، والقارئ وفلان يقرأ كذا وفلان يقرأ كذا، يعني تحسها قراءة غريبة، ولكن هي من لهجات أهل العرب، من يعني نزلت على الرسول وكان العرب يقرؤون بها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. وإذ ابتلى إبراهام ربه بكلمات فأتمهن. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن.
وإذ ابتلي إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن وإذ ابتلي إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين طيب شيخنا، مثلا بالنسبة لحفظ الأبيات، عم نتحدث عن أبيات كبيرة. بالنسبة للشاطبية يمكن ربما أكثر من 1000. بالنسبة للدرة أكثر من 200 بيت. طيب شو مثلا لو تحكي لنا هيك عن بيت مثلا كان صعب جدا حتى حفظته أو كررته كثيرا ولم تتمكن من حفظه؟ سبحان الله شيخ، حفظ المنظومة الشاطبية أو الدرة يعني لا أقول لك يعني هي سهلة ولا أقول صعبة جدا يعني، ولكن الحفظ يعني يلزمه. مثلا عندما كنا نحفظ أنا والشيخ أحمد مثلا نقرأ 3 أبيات نعيدهم، نقرأ الثلاث اللي بعدها نعيدهم، نعيد 3 الأول و3 بعدين مع بعض. فنقرأ نحفظ هذا اليوم 10 أبيات، ثاني يوم نحفظ 10 غيرهم، نراجع 20 مع بعض. فيعني حفظنا بطريقة يعني سبحان الله إنه نحفظ ونضبط مباشرة. يعني حتى في أبيات مرت معنا أبيات نقرأها، مثلا نقرأ البيت أحيانا 100 مرة أو 50 مرة أو 20 مرة على حتى نحفظ البيت، نكرره يعني تكرار. شغلة سأذكر لك مثلا بيتا وبالصاح بدغ محط وأنساب طب نسبحك نذكرك إنك جعل خلف ذاولا. يعني الوهلة الأولى للناس العوام عندما يسمعون هذا الكلام يقول لك كلام غير من اللغة العربية. نعم. فيعني أحيانا نضطر نكرر البيت مثلا 10 مرات أو 20 مثل ما ذكرت. نعم. ما الذي نفهمه من البيت الذي ذكرته؟ يعني شيخي هنا كلمات بالإدغام، يعني لأحد القراء من القراء العشر نعم. يدغم مثلا الحروف بالحرف الثاني، يدغم كذا بالأمور هي يعني عن الإدغام يعني. نعم. إدغام في القرآن بأحد القراء العشر اللي هو يعني القارئ يعقوب. من هم أبرز الذين ساعدوا الشيخ محمد مراد لإتمام حفظ القرآن وإتمام القراءات العشر؟ هناك عدة أشخاص، بداية يعني والدتي، ومن ثم الأستاذ الحلقة كبداية حفظي للقرآن الكريم الشيخ خالد النسر، الأستاذ الشيخ أحمد مندو، الشيخ عبد الله الأبرش، كمان تجمع من أجل الأمة الشيخ خالد أبو علي المشرف العام، الشيخ خالد أبو علي. يعني عدة شخصيات نسأل الله الله يجزيهم عنا كل خير. قبل أن يعني اللحظة الفارقة عندما استلمت أو سمعت اسمك يتلى للحصول على لتسلم جائزة الإجازة في القراءات العشر، هل مر ببالك الصعوبات الطويلة؟ نتحدث عن صعوبات يعني ليست صعوبات يمر بها المرء كل يوم، نتحدث عن كورونا يعني المخلفات الكبيرة التي تركتها، نتحدث عن الزلزال. ربما الزلزال لحظة كانت فارقة في 2023 وكنت أنت حين ذاك في مدينة أنطاكيا، ومدينة أنطاكيا كانت من أكثر المدن ربما على صعيد تركيا كاملة تضررت كثيرا. ما الذي خطر ببالك وأنت تتسلم الجائزة في الحفل؟ نعم شيخي، سبحان الله يعني الصعوبات مثل ما ذكرت لك، يعني بداية في ولاية أورفا كان صعوبات يعني عدم يعني الصعوبة بالذهاب إلى المسجد والقراءة والحر الشديد، وكنا يعني خارجين من سوريا. ف
أيضا الصعوبات شيخي سبحان الله عندما بدأنا بالقراءات العشر، مشروع قراءة العشر مع الشيخ أحمد مندو، نعم. مع انتشار فيروس كورونا والحظر اللي صار، يعني أحيانا لا نستطيع الذهاب إلى الشيخ عبد الله الأبرش كي نقرأ. نعم. يعني نجتمع أنا والشيخ أحمد مندو يوميا بعد صلاة الفجر، يعني كنا نخرج من المسجد وننتقل إلى معهد أبو حنيفة كي نحفظ. يعني ندخل ونخاف من الحظر، فكان حظر شديد ومخالفات على الناس يشوفون بالشوارع وكذا. فهي أول شيء يعني فيروس كورونا عانينا كتير، يعني سبب عدم الذهاب وكذا والقراءة على الشيخ. فجاوزنا هي المرحلة سبحان الله، خرجنا إلى ما أتى يوم الزلزال، وأنا بعتبره يعني أعظم مشكلة سبحان الله. نسأل الله الرحمة لكل من توفي في هذا الزلزال. آمين. يعني زلزال عظيم زلزل المنطقة بأكملها، جنوب تركيا وسوريا، ومات خلق كثير. هل فقدت أحدا من أحبائي؟ سبحان الله فقدنا 6 أفراد، يعني أخواتي بنات 2 مع أختي هي وأولادها 3 أولادها صغار، وأختي الثانية عزبة، وابن أخوي عمره 5 سنوات. 6 أشخاص فقدناهم في يوم الزلزال. محطة فارقة، نسأل الله أن يتقبلهم من الشهداء. هنا لو يعيد سؤالك، حتى لو تجاوزنا هذه النقطة، ربما كم المدة التي استمريت فيها حتى عودت الحصول على القراءات العشر؟ ربما يعني فقدت أحبائك وحالة صحية ربما صعبة وزلزال. هذه نقطة جدا مهمة، لو تحدثنا بها أكثر من ذلك. شيخي بعد الزلزال بأسبوع، يعني عانينا ضمن الزلزال أسبوع في مدينة أنطاكيا، يعني عدم وجود مكان، يعني في الشارع، كنا في الشارع بعد الزلزال، يعني لأنه ما ضل مكان نجلس فيه في بيوت أبدا. كمدينة أنطاكيا يعني نكبت بالكامل. فأتينا إلى مرسين، ولاية مرسين التركية. فبداية الزلزال تشكل يعني حالة من عدم الاستقرار، يعني حالة من عدم الاستقرار بسبب وضعنا كمهجرين سوريين في تركيا، يعني حتى انتقلت إلى ولاية كربوك، ومن ثم رجعت إلى هاتاي، ومن ثم رجعت حتى استقلت في مرسين. يعني استمرت تقريبا شي 6 أشهر أو 7 أشهر حتى عودنا القراءة على الشيخ عبد الله الأبرش، يعني حتى إلى ما يعني وصلنا لحالة شبه الاستقرار. فسبحان الله لحظة تسليم الإجازة شيخي شعور لا يوصف أبدا. شعور جميل ورائع جدا رغم هذه المصاعب وهذه الصعاب. فنحمد الله ونشكره أن من علي في هذه الإجازة، وأسأل الله أن يوفقني إلى نقل هذه الأمانة إلى الأجيال من بعدي. ذكرت سابقا أنك قمت بالتعليم في معهد أبي حنيفة. بعد حصولك على الإجازة في القراءات العشر، هل بدأت حاليا تعكف على تدريس الطلاب في القراءات العشر، أم أنك لا زلت في القراءة بقراءة واحدة؟ حتى الآن شيخي أقرأت أنا برواية حفص عن عاصم وبقراءة عاصم. أجزت عدة إخوة بقراءة عاصم. بقراءة العشر أدرب بعض الطلاب، يعني مع الشيخ عبد الله الأبرش، تدريب طبعا. أما كقراءة عشر لم أقرأ حتى الآن. نعم. أما بقراءة عاصم وحفص أيضا. نعم. رسالة يريد أن يوجهها الشيخ محمد مراد. أوجه رسالة لشباب هذه الأمة، شباب هذه الأمة الذين هم نعتمد عليهم في هذه المرحلة ما بعد الانتصار لبناء سوريا الجديدة. تركت فيكم شيئان ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدهما أبدا. القرآن الكريم والسنة كما قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ما إن تمسكنا بكتاب الله وسنة نبيه أصبحنا في مقدمة الأمم. ما إن تركناهما أصبحنا في المؤخرة. أشكرك جزيل الشكر الشيخ العزيز محمد مراد، كنت معنا في هذا اللقاء يعني القصير
لكنه طويل بالمضمون وطويل يختصر ربما يعني مشهد هو قصير من المعاناة الطويلة والطريق الصعب والطويل في سبيل الحصول على في سبيل أولا حفظ القرآن الكريم والبدايات من الخيمة هناك، ثم حفظ القرآن كاملا، ثم تعلمت الجزء الرشيدي والجزرية والتجويد، مررت بصعاب الكورونا والزلزال، ثم بدأت الحلم الكبير بالقراءات 10، ثم أتممت إجازة. أشكرك مرة أخرى على هذا اللقاء، كما أشكركم متابعينا في تجمع من أجل أمة على حسن الاستماع، وجزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.